يا جنة يا الله حلها يا بنتي هدئي الله يحفظك تمام مالش لا ما يطيب نفسك هدئي معي خارجين لا اخي اسي ما لا تبكي او ضربتها يا اصيل اخي انا قلت ما عاد خارجني الا انت هذا البنت ضايعه مسكينه اللي لقيتها بتبكي ما اناش داري بنت مني بنسالها بنت من انت يا بنت مكنتني بكى اي اسمش يا بطله اي اسم ابوش اي اسم ابوش بيتكم وين بيتكم والله اني مشكله ما معانا الا نروح للجامع ونخلي الامام يعلن وان شاء الله نحصل بيتهم نسالها اذا ما رضيت تتحاكى عن بصير كيف نفعل اين بيتكم يا بطله اشتي زينه زينه هاد زينه شكلها امها مع يمكن صاحبتها في المدرسه صاحبتك زينه يا قمر اشتي بطاطس زينه بطاطس زينه الحمد لله حاضركم انا سيري نروح وين تروحي؟ البيت ايام بيت راعي ما نبصر وين بيتكم نقول لا بكيت على بطاطس زينه على بطاطس زين وبيتكم وينه إذا أنا ولا أنا دادي ببيتنا يحق لها تبكي على زينه فين شب الارض كبر الخزاء ما اجمل الصبح في ريف اليمن حين يطلع وين يطلع والله يقول الله الله ويطلع يا عاقل والله يقول الله الله ويطلع يا عاقل يا عاقل ما تشتي ماشي يا اخي مشوا عليك يا مجنون ايش العاقل في موضوع مهم انا عاقل العاقل ومدير مكتبه يا اخي قوم اخطا يا عاقل ايوه خرج يا عاقل المجنون هذا يضبح بي مولاي العاقل يا الله رضاك وارضى علينا وعلى والدينا كما قد بتت صورتك قد يوم جن هي ما قد صوتك ما لنا حارب ما قد به يا عاقل الحق مشكلة كبيرة يا عاقل مشكلة من واحد مات في الحارة ولا وقع مقتول ولا شيء يا ليت يا عاقل بو واحد مات اقول لك مشكلة كبيرة ادخل البس وجي وانا اكلمه انها مشكلة كبيرة قوي ايوه ادخل البس وجي سريع هيا لحظة صباح يا عاقل برد لك من المجنون هي مشكلة كبيرة هذا فيها الخير اكلك انا داري ما هي مشكلة يا مجنون رح لك انت مش داري بحاجة لا انا داري ايش قل لي قل لي انت ما هو سمعت اخر خبر ما هو الحمار اختبر يا وخر انت والظرافة حقك ايوه معك المجنون للظرف والتحويلات والله مخرجك اول مرة في سر مجنون زباج يا عاقل ايوه يا اخي ما هي المشكلة الكبيرة هذه يا عاقل صلي على النبي تخيل الاستاذ احمد يجي يحط القمام من باب بيتي هذا يشبه عاقل ما يصبرش لكن الاستاذ احمد ايوه الاستاذ احمد ان الاستاذ احمد الذي بيدرس اللغه العربيه ايوه هو مدرس اللغه العربيه يعني خلاص له استاذ ما يفعل شيء ما اظن يرمي يا رجال هو انسان متعلم ايامه يعني هو مدرس لغه عربيه ايوه هو مدرس لغه عربيه يا عاقل القمامه حقك غير القمامات الباقيه تخيل القمامه حقك كلها نصوص واشعار وبلاغه ها كيف تخيل يا عاقل ان القمامه حقك مكتوب فوقها استخرج زجاجي من القمامه هذه ها والله انت داري يا عاقل اني اول قمامه مضارع هذا القمامة من العفان الخمسة هاي القمامة من العفان الخمسة العفاء عفوا والله راسك انا لا حتى الان مش انا مصدق قل لي معقول الاستاذ احمد ايوه يا عاقل انا ضبحت من هذا العشاء الصدق يا بصير لي حل معي ماشي انا شاسير بصير لي اي شك في حار الثاني ريت والله وانت نقول ده انا شغلتك كيف ماشي انا حاجه المجنون هذا هذا هو الفقوس الذي يرمي القمامة أمام منزلي. وصل المتنبي. هل تحترم نفسك؟ أنا لست المتنبي، أنا الأستاذ أحمد. انظر يا عاقل، لقد أتيت إليك لأشتكي بهذا الفقوس إنه يرمي القمامة أمام منزلي دائما ودائما. يا عاقل لا تصدق المتنبي هذا انا جيت الاول لا عنده لا ما هو صدق هو صار الاول قبله وش كابك الاول يعني انت الموذي
يا عاقل هذا مدري من سرد القمامة علشان يحطها عند بيته ويجي يتهمني أنا إنه أنا اللي حطيتها عند بيته على غيري. إنك رجل كذاب وتحاول المراوغة في كلامك، لكنني سأقفصك. انظر يا عاقلي، إن هنا سأستخرج من قمامتي كل الدلالات على ذلك. ايوه وزيد استخرج لنا فعل ماضي مضارع واعرف ما تحته خط. هل تصبت أنك مجنون؟ انظر يا عاقلي. هذا حقي منين ديته؟ قلت لي بين أدور خيرات. في منزلي لقد وجدته هنا. وأيضا أيوة شكل الدولاب قدو عندك كله. شفت يا عاقل أن هذا الفقوس الأملص هو من وضع القمامة أمام منزلي؟ ها هيا بسال، يعني يا حمود أنت الذي بتآذي جارك. هيا ما يشبش الجر الجار، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصى على 7 جار. هيا اطلب المسامحة والعفو من الأستاذ. حقك علي يا أستاذ. لا والله ما أعذر يا أستاذ، أنت أستاذ. هذه أحلى بوسة. يا عاقل يا عاقل. ولا يا عقل كل يحب راسي. أحلاك يا مجنون. خلاص أنا جايب راسك أنا. ها هيا هل تأخذ قمامتك أيها البخي وتحذر مني مرة أخرى؟ وهذا ما هددني. اترك يدك أيها الأحمق. هذه فلوس سأذهب بها للسداد ديني الذي اقترضته في عرس ابني. ها عرست لابنك؟ أي حين وأي حين عرست له؟ إذا لبسنا لا زف ولا قناديل أي حين عرست له؟ الله المستعان يا عاقل. لماذا؟ ألا تعلمون بذلك؟ ما احنا والله ما لنا علم. والله صورتكم فعلتوا العرس سكته وما هو. لا يا عاقل، لقد نشرنا الدعوة في مواقع التواصل الاجتماعي وعملنا العرس بصالة كبيرة وعملنا الزفة وسط الصالة. اعذرنا يا صاحبنا والله ما عرفنا ولا كنا أنجح حتى ولو بدون دعوة. لا يوجد هنالك مشكلة يا عاقل، لقد تعودنا على هذا الحال. انظر يا حمود، سأتركك هذه المرة لأجل العاقل فقط، ولكن مرة أخرى سوف أرفعك بالضم وأكسرك بالكسر وأجرك إلى القسم، ولسوف أبليك بالأفعال ال5 وإن وأخواتها والحكم. هيا أنت الذي تضع القمامة أمام منزله يا نزغة. هيا امشي من قبالي امشي، روح لك. مقربع معفن مقمقم معا مقمقم. ذا المجنون شاعر. خاطركم يا عاقل. خاطرك شو سبوه؟ تيجي الصبح في المطعم المرأة عادي راقدة. هيا لا أخضر خضاري قد أهلي أيرو أهلي ما بسمع إياه ما معنا العاقل بيوقف لي بيشربني ويأكل. يا عاقل القاضي شكل العاقل بيهرب غاز. رفعت الجلسة. الله بختنا بالمجانين. يا عاقل أهلا يا قاضي. أهلا وسهلا. حيا الله يا قاضي. الله يحييك يا حياك عاقل. الله حياك الله. يا أخي عجل تشهد على المجنون هذا. قلنا ماذا فعل القاضي؟ ما قلت له. يا أخي مش هذا سلمان. يا أخي حمود بيحلبطني من العمل. حمود أيوة حمود يا أخي بيجي يجنب السيارة حقه قبال باب بيتي، مع أني قد فعلت سلسلة وفعلت لوحة وكتبت فوق اللوحة ممنوع الوقوف أمام البوابة، يوجد سيارة. حمود أيوة يا أخي حمود. جنني هذا الجر جنني. هيا جنسي نفسد السيارة. هيا يا عاقل ها وأنا أجي معك مسك السيارة. يا أخي بختنا بالمجانين. هيا وفيها الخير خليه يخطأ. هيا شوف يا عاقلة، هذا سيارة حمود. هذا سيارة حمود. ولادي واقف باب بيتك. باب بيتي. ولادك لك ادعيه يا حمود. حمود أيوة انزل يلا يا عاقل. حمود يا هذا عاقل ما بك خير ما بك. خير من عيش الخير والمشاكل يومية عندك. عيب عليك يا أخي تجنب السيارة هنا وتحلبطني من عملي. أي حي. وهذا سيارة من هي؟
سيارة من يا حمود؟ هذا أهم شيء سيارتي يا عاقل، هذا فتشوف. قصدك ان احنا مجانين وحنصدقك؟ ما بمشكل في الحال الا وانت السبب. الله المستعان عليك يا حمود، الله المستعان عليك. مش عيب عليك، ما تسيء على نفسك. يومي وانت بتطرح السيارة باب بيت القاضي هذا، وانت مع عمل ومع محكمة ومع جلسة، تستحي ما لك وين عاد محكمة بدأت الجلسة، احكي ما عندك. يا عاقل صلي على النبي، أنا ما حصلت موقف جنبته هاني، وبعد ليش ما يجي يكلمني ويقول لي وأنا شبعته وحصل خير كبر الموضوع. بعد عادي أول مرة يا عاقل. اول مره ايش انت بتحلبطني من عملي واصل بتجنب السياره قبال البوابه؟ عيب عليك. ومعك اثبات عن ذلك؟ ايوه موجود يا عاقل. ها سلام. كم فيديوهاتها؟ هذا في تاريخ واحد وهذا بعد تقل الله يا حمود. وانت مع جلسات ومحاكم وشريعه وقضايا الناس عنده، عيب عليك. أنا آسف يا قاضي، حقك علي. يعني اعترف بالغلط. أنا آسف. يلا حب راسك. لا خلاص ما فيش حاجه. خلاص حب إحنا راسك هذا، حب راسك. انا احب راسي. يا أخي مش وقت. انا عشان احب راسك انا. حصل خير دحين ما بش، احنا جيران واخوه. انا دحين مسافر البلد بعد السياره، تحتاج شيء يا عاقل؟ ليش حتسافر؟ ما به. الحمد لله على كل حال يا اخي، معي الوالده توفت قبل يومين. اللهم الله لك ما الاجر. اجرك عظيم. والله ما لنا علم. وبعدها توفت هكذا ولا مرضت ولا كيف؟ قد لي بنعالجها انا شهر، والجيران ولا حد بيسأل على احد ولا حد داري وين احنا. يا عيبا والله من الجيران مقصرين. هيا لك يا احمد، جيب على السياره، القاضي مع الموت. يلا بسرعه. حاضر يا عاقل. هيا انت. تسلم يا عاقل تسلم. ان شاء الله نجي نجابركم ان شاء الله في الموتى. اهلا وسهلا فيكم. يلا. شخصك ما نتحرك. تعرف مع الآدمي هذا يا خبري ما نسوي احنا وياه، ما نسوي يا حمود. تقل في نفسك. عاد احنا خارجنك من المشكلة انت هو القاضي، وبعدها خارجنك من المشكلة انت هو الأستاذ، وذا الحين جيت لي هو الآدمي هذا. ما سوي معك احنا، ما بنسوي بك ما هو، مالك عدم ما هو. يا عاقل ما به، أنا ما فعلت ولا حاجة. الرجال بيشتكي انك بتغني طول الليل بالاغاني صباح والمساء وننسي عجرة. تقل لك هذا كبير ما عاد حق اغاني، بدل ما تشتري لك اختمه ولا تسبح ولا جالس بتغني طول الليل. هيا قلبك الله دحين مرتين ما عادش تكتشف الحاره. قد بتخرجت الرجال يصير يدور بيت بسببك، عنده سبب الاغاني حقك. يا عاقل لا صدق لهم هؤلاء كذابين ما بنغنيش أنا. هؤلاء كذابين ما بيكذبوا عليك. ما شاء الله عليك، ما انت من حق الجنه. اسمع انك عاد تقع رجال وبطل اذيه الجيران كذا. ما شاء الله يفتح عليك من حاره، والله لا نفعل لك مضبطه ونوقعوا على حال كلهم ونخرجك، ولا تركن نحن بيتك مالك، ما عن السجن نخرجك. حرام لا نشتري له ونبيع العزوه. أنا آسف يا عدنان، حقك علي. وعليه يا حمود. يا حمود تقل له انت هو المشاكل. عامل الناس مثل ما بتحب ان يعاملوك، ولا الحين عاد يجلس هكذا. كيف تشي يعاملوك الناس؟ تشي يشغلوك؟ ما يجي ما. اذا لا تشغل الناس والناس ما يشغلوك. آخر مرة يا عاقل. اخر مره. آخر مرة. وقد قال الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. الله سبحانه وتعالى كلم جبريل جل عن محمد بيوصف بالجار حتى انه حيورثه. تخيلك لا رسول الله حيورثه. أما الجار أخوة، الجار محبة، الجار تعاون. ما بلا نتعاون بيناتنا البين ونتكافل ونسأل عن مال الغاب، مال المريض، مال هذا الجيران. كلمه. خلاص يا عاقل آخر مرة. ستين قد آخر مرة. خلاص آخر مرة. الله يجعل الصدق يا حمود، الله يجعل الصدق قدوم آخر مرة، ولا عاد أسمع منك مشكلة. آخر خلاص رح لي. رحلك الله يفتح عليك. وانا الكل وانت والكل الله يفتح عليك. اجلسوا تقدم عندنا. معنا عمل. لا اما نجلسوا عندنا يقولوا لك معاهم عمل. حسبي الله ونعم الوكيل. انت يا قناع انا شاحاكيك، لكن يقولوا العاقل قدو مجنون بيحاكي مجنون. لكن صدقني والله انك عقل من اهل الحاره كلهم. اقل حاجه ما بتدخل في مشاكل الناس وبعد حالك. كيف قد رجعنا؟ لا عاد بندرى من مات ولا من تعرس ولا عاد حتى من دخل ولا من خرج، ولا عاد بنسأل على المسكين ولا على المريض ولا على ذي ما بيسمعه. كيف رجعنا يا خلق الله؟ كل واحد يقول نفسي يا نفسي.
كيف رجعنا مينا الإسلام فينا. وعاد باقي كثير يا عادل كثير. أيوة، لذلك ضروري نتكاتف كلنا ونتعاون، كل واحد يزور الثاني يحل مع مشاكله، يبصر له محتاج ولا جدي له، له بحاجة عوني يساعده. أما هكذا كل واحد نفسي ما ينفع، ضروري نكون يد واحدة. أو ما قلت يا قنا يا عاقل ها؟ متقاربين بالدار ومتباعدين بالهم. اي والله، متقاربين في الدار متباعدين في الهم، لكن ان شاء الله عن قرب نتقاربين بالدار ومتشاركين الهم والغم.